السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها البروكن كورس. البروكن كورس أو كورس الجس هو من أذكى الأساليب اللي بيستخدمها أو بيستخدموها في معاهد اللغة في ألمانيا زي جوتا وتلك والكلام ده. تمام. ببساطة إن الانتقال من ليفل بي 1 لليفل بي 2 بيعتبروه في ألمانيا قفزة كبيرة، دي بيسموها دي جروسة أو قفزة ضخمة. الفرق ما بينهم مش مجرد كلمات، ده تغيير في طريقة التفكير باللغة. ووظيفة البروكن كورس ده في جوتا أو تلك إن هو بيخليك تعبر الجسر ده من غير ما تقع. طيب الهدف منه ايه؟ بدل ما تدخل في بيت سبايت وتتصدم بكلمات تقيلة وقواعد معقدة والكلام ده، الكورس ده بيعمل لك تنشيط لكل دراسته في بي 1. تمام؟ حلو. بس بلمسة ايه بيت سباي كده، يعني هجينة كده، حاجة ما بين بيت سباي وبي 1. يعني بدل ما تستخدم جمل بسيطة بيبدأ يدربك على تربطهم ببعض، ازاي يعني تربطهم ببعض بجمل أطول وأذكى. طيب زي ايه مثلا؟ يعني ايه اللي بيحصل جوه؟ زي مثلا لما اقول ايش دينكا. ايش دينكا دي مثلا جملة شوارع. بقول مثلا ich bin der Auffassung ich bin der Auffassung انا على قناعة بكذا او كذا وكذا. تمام. بيسد لك الثغرات بقى الموجودة في بي 1 زي ايه؟ زي تصريفات الصفات زي النبن سيتسا. دي كل الحاجات دي بيقع فيها المتعلمين البي 1. وبيركز عليها. طيب بيبدأ بقى يسمعك الراديو أخبار، مش بس حاجات ايه موجودة في كتب والكلام ده. طيب تالت حاجة ازاي تعمله بنفسك لو انت عايز تعمل بروكن كورس. تعمل ايه؟ اول حاجة مراجعة القواعد، وانت بتراجع اي قاعدة في بي 1 تسأل ازاي اكتبها في جملة اطول. تمام. تاني حاجة قاموس المفردات، اي كلمة تقابلك في بي 1 دور على المرادف التقيل بتاعها اللي بيستخدموه بيتس فاي. هتدور على المرادف بتاعها بدل ما تستخدمها وتقعد تحرق كتير وكده كده كده انت رايح بيتس فاي. لا، انت هتشوف الكلمة دي ايه اللي بيقابلها في بيتس فاي وتستخدمها. حلو. طيب الكتابة، ابدأ اكتب موضوعات تعبير زي بظيفة وايميلز والكلام ده. الكلام ده بيفرق جدا. واستخدم فيها روابط بقى بي 1 مع كلمات بيتس باي. واللي بتلقطها يعني من القراءة، يعني وانت بتقرا بقى ايه في حاجة مثلا زي سبيكتروم، هتلاقيها يعني حاجة زي كده، يعني ايه كتير جدا وبشكل مكثف. كتاب سبيكتروم، انا اقصد كتاب سبيكتروم، سلسلة سبيكتروم الشهيرة. يعني الخلاصة بقى بتاعت الفيديو ده، البروكن كورس هو المنطقة اللي اللغة فيها بتتحول من هواية لاحتراف. تمام. وانت بذكائك دلوقتي بتعمل ده، بتثبت الاساس البي 1 وبتبني الدور الاول في نفس الوقت. انت كده بتختصر على نفسك شهور المذاكرة. لو عايز تبدأ بكرة تحدي الجسر ده، ممكن تختار قاعدة معينة ونشوف. يعني ده كده ايه، نعمل فيديو مثلا جديد او فيديو تاني عن الموضوع ده. بس كده، شكرا.